معكم ستار لبنيز كيتشن. اليوم رح أعمل ستروبري كيك. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. محتاجة دعمكم كتير. يلا ما بدي أطول عليكم، خلونا نبلش. رح أحتاج فريش ستروبريز، كوبين من الطحين، كوب من السكر، كوب من ساور كريم، وإذا مش متواجد ممكن نستبدله باللبن العادي، نص كوب زيت زيتون، ربع ملعقة ملح، فانيلا، ملعقتين صغار بيكنج باودر، وعندي هون نكهة الستروبري المركزة. رح بلش بخفق البيض وحطيت ظرف من الفانيلا. رح احتاج حبتين بيض كبار وغطا من نكهة الستروبري، وبنزل عليهم السكر. والساور كريم. كل المكونات عندي كانت بحرارة المطبخ: زيت الزيتون، بيكنج باودر، والطحين. وأول ما يتجانس الخليط بوقف خلط. دهنت القالب بزيت نباتي، وعندي لوز مقشر بغلف دواير الصينية باللوز، وإذا مش موجود ممكن نستغني عنه. حطيت نص الخليط وبحط حبوب الستروبريز وبرجع بحط باقي الخليط، ورجعت رشيت على وجهه لوز. حميت الفرن من تحت على حرارة 180 وحطيته بنص الفرن. آخر 10 دقايق حطيته من فوق ومن تحت. قبل نص ساعة ما بيسوى نفتح الفرن أبدا. شكيت جردون طلع فيها شوي، رح خليه بعد 5 دقايق. رح أحضر ستروبري صوص بدي أحطه على وجه الكيك. حطيت 50 جرام سكر، ممكن باودر وممكن عادي، كوب من الستروبريز، وهيك صار جاهز عندي. رشيت سكر باودر على الوجه، وراح اترك الكومنت للأميرة هيا. لما شفت عمته عملته بسرعة ما توقعت يطلع هالقد. سهل وسريع وكتير لذيذ. يلا جربوه وبعتولنا صوركم صور تطبيقاتكم على الانستغرام. كتير طيب. ست تميزي لمسة ايدي، وانتو شو صركن؟ خبروني بالكومنت.